هواء مباشرة مشاهدينا الأعزاء في المنازل وفي الصالة. عارفة أن الفيلم حتى نهايته كانت جميلة وأخذت مننا حماسة وغنينا تاني كمننا. زي ما قلنا كمننا عملت مشكلة كده وقلبت الموازين. ناس كتيرة قالت هذا هو عصر كمننا، ناس تانية قالت نعم في ناس تانية قالت للأسف هذا هو عصر كمننا. يعني الموضوع ما كانش رأي أحادي، كان في ناس انتقدت الفيلم بشدة وناس دفعت عن الفيلم بشدة. اللي انتقدوه يمكن قالوا كلمة انه فيلم بسيط لا تبرر انه فيلم مش قوي، وهناك آراء أخرى يمكن اللي عبر عنها مثلا رأي للدكتور جلال أمين وآراءه التي نحترمها. قال أخفق نقاد مصر في تقييم فيلم اسمه إسماعيلية رايح جاي. إذن حتى الفيلم اللي كسب 22 مليون جنيه، على فكرة 22 مليون جنيه مش بتوزيع الفيديو بس سينما، توزيع الفيديو والتوزيع في البلدان العربية الأخرى دي إيرادات تانية ما جاتش في ال 22 مليون. ما شاء الله طبعا ومبروك على المنتج. وفي حدوته صغيره كده لما جم يعملوا فيلم اسماعيليه رايح جاي، طبعا مكتوب في التتر ان الفيلم فكره محمد فؤاد. على فكره الامانه بتحتم عليا ان انا اقول محمد فؤاد اتصل كعادته بدماثه خلق اتعودنا عليها منه، وصوته كان باين من التليفون وقال مش قادر ابقى وسطكم زي ما وعدت، درجه حرارته 40 وانا يعني بقول له الف سلام عليك يا محمد. وكمان هنا في الصاله الناس بتقول لك الف سلام عليك. كنا نتمنى تكون معانا النهارده وتحلي القعده، ولكن انت وعدت انك هتكون معانا على الشاشه وتتفرج من اول لحظه حتى اخر لحظه. يعني كل الكلام اذا كان معاك اذا كان ضدك اذا كان في اي ملحوظه هتسمعها. طبعا عندنا ضيوف اعزاء معانا في الفيلم. ارجع للحدوته. محمد فؤاد عمل فكرة، جه المؤلف والسيناريست الشاب أحمد البيه صاغها، وكريم ضياء الدين كان أسند إليه الإخراج، والمنتج هو حسن إبراهيم. كان فاضل أسبوع واحد في تصوير الفيلم ويخلص خلاص ويبقى جاهز إنه يعد حتى يعرض للمشاهدين. الفلوس خلصت، الفيلم وقف لمدة 8 أشهر من غير ما يكمل على أسبوع تصوير. كانت مشكلة كبيرة واضطروا ان هم يستعينوا باي حد من المنتجين او الموزعين ان هو يكمل ميزانية الفيلم عشان يمكنه انه يعرضه. وعلى ذمة احد صناع الفيلم قال لي كل ما نروح بالفيلم لحد يقول بس محمد فؤاد وحنان ترك ومحمد هنيدي وخالد كلهم شباب، مفيش كده اسم تقيل يسند. كل منتج قدموا له الفيلم قد كده وكلهم رفضوا، الى ان وصل الفيلم للمنتج محمد حسن رمزي وقال انا هكمل معاكم اسماعيليه رايح جاي. وكانت فاتحه خير على حسن ابراهيم المنتج ومحمد حسن رمزي، وانتهى الفيلم وكسر الدنيا زي ما بيقولوا. يعني بالرغم من تعثر بدايته كانت النهايه مشرقه على الاقل ماديا. عارفين مين حسن ابراهيم المنتج؟ عارفين حسن الابن الاكبر اللي في الفيلم في الاسره؟ اخو محمد فؤاد واخو خالد النبوي. حسن ابراهيم منتج الفيلم هو الممثل الذي قام بدور الابن الاكبر، وبرده كان اسمه حسن في الفيلم. حسين كان اسمه حسين في الفيلم. طيب على العموم ما تعودتش افضل اتكلم لوحدي، لازم تكون القاعه منوره بصناع سينما والكراسي بتنتظر الضيوف الذين سيتحدثون وهنناقشهم، وهيكون لنا اكتر من لقاء معاكم في الصاله. اللي عايز يسال يعلق يبدي وجهه نظر، وايضا اللي معانا في امريكا في استراليا في الشرق الاوسط وفي كل مكان تصل اليه اشاره او سيجنال ART قناه الافلام. شكرا. طيب خلينا نبدأ من المؤلف والسيناريست أحمد البيه معانا الليلة. اتفضل يا أحمد، اتفضل. أحمد البيه مؤلف شاب وكل أعماله بتقول إنه لن يصنع أفلاما إلا للشباب. صار كده. أهلا، اتفضل.
معانا كمان المخرج اللي كان قاعد عمال يسمع الآراء اللي من هنا والآراء اللي من هنا، بيدافع عن ابنه إسماعيلية رايح جاي، بس لا يدافع بعصبية كعادة كريم ضياء الدين، دائما ابتسامة على وجهه وردود منطقية وسعة صدر كبيرة في تقبل كل الانتقادات. كريم ضياء الدين أيضا معنا. آخر لقب حصل عليه كريم ضياء الدين في الصحافة هو مخرج الملايين. أهلا كريم. طبعا اللي قالوا عليك مخرج الملايين ما يعرفوش الملايين دي ما دخلتش جيبك. يا ريت. ومعنا أيضا الناقد الكبير الذي أحببناه في آرائه وكضيف لا تذهب هذا المساء، الأستاذ علي أبو شرف. محمد هنيدي بيرسل تحياته إلى كل جمهورنا وبيقول أنا في مسرحيتي لا أستطيع أن أتأخر عليها، بنتمنى له عرض موفق وناجح ككل ليلة، ونحييه أيضا في غيابه. ومني ومن كل جمهور الصالة وجمهور المنازل كمان للفنان النجم خالد النبوي تحية كبيرة. طيب هبدأ في الأسئلة، أبدأ سؤال من عندي وبعدين سؤال الأسئلة من الصالة ومن المشاهدين الأعزاء في المنازل. إسماعيلية رايح جاي من كماننا تاني، يمكن في ناس من المشاهدين ما شافوش او اول مره يشوفوا كلمه كماننا بالذات الناس على البعد. انا لحد دلوقتي حقيقي مش عارفه ايه كلمه كماننا. طيب احنا يمكن هنشوف جزء تاني من الاغنيه، مخرجي العزيز عمر زهران هيلحقنا بجزئيه، بس هسال المؤلف بقى وهقول له ايه كماننا احمد البيت. طبعا انا عارفه حكايه كده غريبه بس مش هقولها عشان تتقال على لسان الضيوف. هو يعني في لغه موجوده بين الشباب دلوقتي وفي لغه قديمه اتعملت زمان. يعني انا اتكلم مثلا هقول لك على حاجه، لما كانوا بيغنوا في رمضان وحوي يا وحوي اياحه. يعني ايه وحوي يا وحوي؟ ويعني ايه اياحه؟ هي ليها معنى، هي ليها معنى فعلا. يعني اياحه في اللغه الهيروغليفي يعني القمر. لا ما انا بتكلم القمر، الاياحه يعني القمر. بس احنا عشان نوصل للحكايه دي لازم يجوا الفرنساويين يحللوا لنا حجر رشيد عشان نعرف معنى اللغه الهيروغليفي ايه. فهي كلمه كماننا دي كلمه شائعه من الكلمات اللي بتتقال بين الشباب، وفي حاجات كتير جدا بتتقال احنا مش عارفين معانيها. خدها الشاعر وعملها رمز لمعاناه شباب من خلال غنوه فيها مضمون برضه. يعني مثلا الاغنيه ما فيهاش بس كماننا، فيها معاني كتير جدا بتعبر عن مشاكل الشباب، زي ما غنوا في افلام كتير جدا عملت الاغاني اللي فيها كلمات مش ملهاش معنى اساسا. فهي يعني مساله رمزيه مش انا في اللابوريا يا احمد زكي. انا في اللابوريا. ايه اللابوريا دي؟ يعني هي كلمه رمزيه ممكن تبقى لفظ شائع. بس يعني ده هو نفسك في ايه كماننا؟ تحلم بايه كماننا؟ حاسه كماننا ده يعني كماننا هي رمز لكل طموحات واحلام الشباب. انا عايز اقول لك على حاجه، كماننا دي ليها تفسير في التاريخ الهيروغليفي فعلا. يعني الهيروغليفي. طب ده يبقى سبق صحفي لا تذهب هذا المساء، لان ما حدش ابدا عارف في سر كماننا. لا هو في اجتهاد حصل من احد المهتمين بالحكايه دي وقال لي في 3 معاني لكلمه كماننا. قال لي الكا ده اسم اله من الهه الفراعنه بيرمز للخير. والمن انا بفسر لك الكلمه نفسها، يعني اسم اله من الالهه المجهوله في تاريخ والله لا مش هي كماننا. انا بتكلم بجد، هو قال لي تفسير انا بقوله، طبعا هو مسؤول عن الكلام اللي قاله بس انا بقوله ممكن يبقى صح. ده اسم اله من الالهه المجهوله في التاريخ الهيروغليفي. بيرمز للخير. المن تعني العطاء. كلمه تدليل الطفل. فكماننا ممكن يكون الشاعر نفسه اللي كتب ده. احنا ما عملناش جمله مفيده. لا ما هي فيها 3 كمن يعني هي الكا ده اسم اله، المن يعني العطاء، والنا يعني ما كانوا كماننا كده هتفسدها يا احمد، كده هتفسد علينا كماننا. يعني كماننا كان طب انا مش عارفه، احنا اكيد يعني معانا الاغنيه ونحاول نرددها مع بعض او نحاول نفهم الهيروغليفيه اللي فيها بالظبط او الطلاسم اللي فيها. في تفسير جميل والله بس هنخلص نشوف. يعني انا مش
تفسيري طبعا بس تفسير جميل. كاتش الكدري في القالولو حبي نادية وحبي لولو كاتش كدري في القالولو حبي نادية وحبي لولو ولا يفتعي الفل يا ابو قلبي زي الفل ولا يفتعي الفل يا ابو قلبي زي الفل لو النهارده غلط بكره هتبقى فل يحلم بيه سمعني نفسك فيه تحلم بيه سمعني ايه انا نفسي ابقى نفسي واخطيبه بيه معايا فلوس تشتري 30,000 جنيه واتفضل السوسه في العجوزه معاك كنت ايه وجنب بيتي مع الموبايل وحياتك يا دنيا نفسي يلقى نفسه وحبيبه بيه ومعاه فلوس كتير 60,000 جنيه يشرب قديم عجوزه مع التلوزه وجبت تش مع الموبايل وحياتك يا دنيا ليه ما عندها معانا عمرك ما جيتي على هوانا يا دنيا ليه ما عندها معانا عمرك ما جيتي على هوانا ولما جيتي تصلحينا عملت يا مستمعانا ولا اقول لك ايه كاتش كاتش الفوتو ايه نادية وحبي الفوتو كاتش بولي 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 كاتش ايه ليلى وحبي الفوتو كاتش كاتش الفوتو ايه نادية وحبي الفوتو يعني نسمع بس تفسير استاذ علي لان استاذ علي مشهد له تفسير لكمنان. مش تفسيري انا شخصيا، ده تفسير الاستاذ الدكتور يحيى الرخاوي، يعني استاذنا الأستاذ. جميعا في هذا كان عامل تفسير لطيف جدا. قال ان كلمه كمننا هي تفسير ما لا تفسير له في المجتمع، ويمكن هنا متحققه قوي. قال له نفسك في ايه؟ قال له كمننا. نفسك في ايه؟ كمننا. نفسك في كل ما يمكن يمسك في ايه؟ كمننا. هي فعلا ممكن تصدق على كل شيء ولا شيء في نفس الوقت. الشيء وهي لا واللا اله شيء. المن والعطاء ولا كاء وخليها